الراجل اللي انت شايفه ده يبقى صاحب لقب احقر ملياردير في العالم، فاستاذنكم تدوسوا على الشاشه وتعالوا نعرف قصه الملياردير ده. الملياردير الامريكي جيبل جيتي. جيبل ده بقى اللي خلاه يحصل على لقب احقر ملياردير في العالم، وهو علشان رغم انه ملياردير رفض ان هو يدفع الفديه بتاعت حفيده لما اتخطف. تحت حجه ايه بقى؟ شوف الحجج، ان هو كده هيبقى بيشجع الخاطفين انهم يخطفوا تاني، رغم ان حفيده ده كان وقتها عنده 16 سنه. الناس اللي كانت خاطفه حفيده ده برغم انهم عارفين انه نت انه ما بيطلعش فلوس بالسهل، بس توقعوا عادي انه هيدفع الفديه اكيد لانه ملياردير، والفديه اللي كانوا عارضينها عليه وقتها هي 17 مليون دولار، وقالوا له لو ما دفعتش ال 17 مليون دول هنبعت لك صوابع حفيدك متقطعين. متحجج برضه بحجه انه كده هيبقى بيشجع الجريمه ورفض يدفع ال 17 مليون. طبعا الناس اللي خاطفه الواد هم كده كده خاطفينه وعايزين يطلعوا باي مصلحه وخلاص، وعارفين انه نت. قعدوا يتفاوضوا معاه ويخفضوا في الفديه لحد ما وصلت ل 3 مليون دولار بس، وبعد 5 شهور من المفاوضات وافق انه يدفع اخيرا ال 3 مليون. فاتمنى ان كل واحد يقول لنا في الكومنتات رايه ايه في الملياردير الجميل